لو رجعنا بالزمن حوالي 3800 سنة هنلاقي ملك فرعوني اسمه أمنحتب الرابع، وده كان ابن الملك أمنحتب الثالث والملكة تي. الملك ده من أول ما مسك الحكم كان عنده شخصية مختلفة عن اللي قبله، كان شايف إن الدنيا محتاجة تتغير خصوصا في موضوع الدين. في الوقت ده مصر كلها كانت عايشة على عبادة آلهة كتير، أكبرهم وأشهرهم الإله آمون اللي كان معبده في طيبة مسيطر سيطرة كاملة. كهنة آمون كانوا أغنياء جدا وعندهم سلطة ممكن تنافس سلطة الفرعون نفسه. هنا بقى منحتب الرابع بدأ يحس إن الموضوع مش ماشي صح. الملك شاف حاجة تانية، كان في إله اسمه آتون وكان في ناس بتتعبد ليه من زمان، لكن محدش كان مديله القيمة الكبيرة دي. إخناتون قرر إن الإله آتون هو الإله الواحد اللي لازم الكل يعبده، والشمس دي بالنسبة له كانت رمز للحياة والقوة. ومن هنا بدأت الثورة الدينية اللي قلبت مصر فوق تحت. وأول خطوة عملها إنه غير اسمه من أمنحتب الرابع لإخناتون، وده معناه المخلص لآتون. ودي كانت رسالة واضحة لكل الناس إنه مش ماشي ورا تقليد اللي قبله، هو جاي برسالة جديدة تماما. إخناتون موقفش هنا، لأ ده ساب العاصمة طيبة اللي كانت مليانة معابد لآمون وراح بنى عاصمة جديدة في مكان ملوش أي تاريخ ديني قبل كده وسماها أخيتاتون، واللي هي النهاردة معروفة باسم تل العمارنة. العاصمة دي كانت رمز لبداية عصر جديد، مدينة كاملة معمولة لعبادة الإله آتون. في العاصمة دي بدأ يفرض عبادة الإله آتون. المعابد ما فيهاش تماثيل لآتون، ما فيش إله بشكل بشري ولا حيواني، وكل الرموز كانت عبارة عن قرص الشمس وأشعته اللي بتنزل عاملة زي الإيد الممدودة اللي بتدي للناس حياة وبركة. ودي فكرة جديدة جدا على المصريين اللي طول عمرهم متعودين يشوفوا الآلهة بصورة تماثيل مجسمة. اللي عمله إخناتون كان مثير للجدل، الكهنة خصوصا كانوا ضده لأن سلطتهم ومكانتهم عند الشعب راحت، والشعب نفسه كان متلخبط. ازاي فجأة الآلهة القديمة اللي عبدوها آلاف السنين تتلغي؟ ازاي بقى في إله واحد بس؟ الموضوع ما كانش سهل خالص. لكن الغريب ان إخناتون كان مؤمن بالفكرة دي جدا، وكان شايف ان آتون هو الإله اللي بينور الدنيا كلها، وانه مش إله لمصر بس، لا ده للعالم كله. من النقوش اللي سابها نقدر نقول ان الراجل ده كان صادق في إيمانه. كان بيصور نفسه هو ومراته الملكة الجميلة نفرتيتي وهم بيرفعوا ايدهم للشمس وبيستمدوا منها الحياة. واللي بيميز عصر إخناتون مش بس الدين لكن الفن، فجأة ظهر فيه شكل مختلف تماما. الملك مش متصور بالصورة التقليدية بتاعت الفراعنة اللي كلها وقار وجدية، لا ده متصور بشكل طبيعي، اوقات بيبان ببطن كبيرة ورقبة طويلة، شكل اقرب للبشر العاديين. لكن رغم ان إخناتون كان مخلص لفكرته الا ان التجربة ما استمرتش بعد موته، وحصل رد فعل قوي جدا ضد الثورة الدينية دي. الناس رجعت تاني لعبادة آمون وباقي الآلهة، وكانوا عايزين يمسحوا كل حاجة تخص إخناتون، حتى تماثيله اتكسرت واسمه اتشال من النقوش. وفي النهاية إخناتون كان ملك عنده رؤية مختلفة، آمن بإله واحد وحاول يغير دين كامل، ونقل العاصمة وغير الفن وساب بصمة محدش يقدر يمحيها من عقول الناس. حتى لو اسمه اتشال من الجدران قصته لسه عايشة ولسه العالم كله بيدرسها لحد النهاردة.